كعادة أبل في كل سنة في شهر سبتمبر بتعلن عن الجيل الجديد من الآيفون. السنة دي أبل بتعلن عن الآيفون 16 اللي جه مخيب للآمال نسبيا لناس كتير. التليفون ما قدمش أي حاجة بتختلف عن الأجيال السابقة، وبعض الفيتشرز اللي نزلت فيه موجودة في تليفونات أندرويد من زمان قوي. هل أبل فعلا حاسين بالأمان؟ حاسين إن البرودكت بتاعهم الناس بتشتريه لمجرد العلامة التجارية؟ حاسين إن الكلاينت بيشتري المنتج بتاعهم وبيستناه لمجرد علامة أبل؟ لو ده فكرهم أحب أقول لك إن الكلام ده مش هيستمر كتير، وشركات أقدم وكانت مسيطرة بشكل أكبر وانتهت لما اعتمدت على الأفكار دي. في منتصف التسعينات لحد أول الألفية كانت أغلب الموبايلات اللي موجودة في الماركت نوعها نوكيا. وموديلات نوكيا كانت مشهوره جدا من 6210 ل 3310 ل 6310 وغيرها من الموديلات. يعني الطبيعي ان انت بتكون ماسك تليفون نوكيا، وكل جيل كان بيتطور عن الجيل اللي قبله بمسافات كبيره. نوكيا قدرت توصل لماركت شير بيزيد عن 40%، وبعض السنين حققت اكتر من 58% من الماركت شير في عالم الموبايلات. في اول الألفية نوكيا حست بالاطمئنان وحست ان ملهاش منافس في السوق، وان العميل كده كده بيشتري تليفون نوكيا، وما خدوش بالهم ان في اتجاه تطور تاني ماشي من شركات تانية. الاوبريتنج سيستم بتاع تليفونات نوكيا في اول الألفية كان اسمه سيامبيان. في الوقت ده اتعرض عليهم ان هم يستخدموا الاوبريتنج سيستم الاندرويد، ولكن هم رفضوه. 2007 لما ابل اعلنت عن وجود اول ايفون، نوكيا برضو ما ادتش اهتمام. 2009 جوجل اطلقت نظام الاندرويد، وابل كانت بتشتغل بنظام الاي او اس كسمارت فونز موجوده، وما زالت نوكيا كانت بتشتغل بالنظام القديم. ومبيعات نوكيا ابتدت تتراجع بشكل غريب جدا. نوكيا ابتدت تفوق من الازمه اللي هي فيها وعملوا نظام اسمه ميجو. نظام ميجو واضح الى حد كبير ان هو كان نظام جيد، وكان هيقدر ينافس ابل وجوجل في الاندرويد والاي او اس. ولكن القرارات السريعه اللي بتتاخد بناء على الازمه اللي هم كانوا فيها خلتهم ان هم يوقفوا النظام بسرعه ويبيعوا جزء كبير من الشركه لشركه مايكروسوفت اللي كانت عندها طموحات ان هي تدخل عالم الموبايلات. ويندوز فون ما كانش اوبريتنج سيستم يوزر فريندلي، كان في مشاكل كتير في الاستخدام ما كانش احسن حاجه، كان في عيب وحش قوي ان هو ما بينزلش تطبيقات على الموبايل، ابلكيشن زي الفيسبوك او الواتساب. عشان تستخدم الابلكيشنز دي بتضطر ان انت تستعملها ويب، وطبعا ده كان بيصعب جدا على المستخدم ان هو يستخدم الموبايل ده. فضلت مبيعات نوكيا تقل اكتر من 2012 ل 2016 لحد ما مايكروسوفت قررت ان هي تخرج تاني من عالم الموبايلات وتبيع شركه نوكيا، بس طبعا بعد ما قيمتها السوقيه قلت جدا. نوكيا اتعلمت من الدرس ده، وفي 2017 رجعوا تاني يشتغلوا في الموبايلات ولكن بنظام اندرويد بعد ما فاتهم كتير قوي. النهارده نوكيا بتستعيد قوتها تاني وبترجع تشتغل في مجال الشبكات وفي مجالات تانية كتير، بس بعد ما اتعلموا درس كبير جدا من الماضي. لو عجبتكم الحكايه اكتبوا لنا في الكومنتات، واستنونا الفيديو الجاي عشان نكمل قصتنا. سلام.